سلام البنات، مرحبا بكم معايا في قناة أم نورسين وأحمد. صباح الخير، صباح النشاط والحيوية، صباح التحفيزات. اليوم جبت لكم روتيني الصباحي من الصباح حتى العشية. درت معاكم هذا الروتين كيفاه نوض الصباح مع ولادي، وكيفاه نحط لهم الحليب تاعهم، وكيفاه يروحوا يقراو، وش درت للغدا. ودرت معاكم اليوم الفريقو تاعي غسلته بيان للتجهيزات ولا تحضيرات رمضان ان شاء الله. ودرت معاكم قاطو القهوة العشية. لهنا يقولوا لكم سلام تطاواتي، صباح الخير. لهنا كي نوض الصباح مع ولادي، نوض شوي قبلهم، نوضهم، نوجد لهم الحليب كيما راكم تشوفوا، ونقعدوا نشربوا. لهنا ندير لهم ساعات خبز عادي وساعات خبز بان غريي. هذا نموت عليه البنات، شكون كيف يموت عليه كيما راكم تشوفوا. نديروا بالزبده، واللي يحب يدير المعجون يحب. لهنا ما كانش عندنا الحليب، مع الازمه تاع الحليب درنا شوي شوي. وكان عندي جو هذاك تاع الصباح البنات اللي ننصح به اي وحده ديروا لولادها، جو تاع الكابويه والسناريه، وما يفيقوش بها البنات. انا يا ولادتي ما يشتيوش السناريه والكابويه، بصح كي نديره لهم جو يشربوه ما شاء الله، ويقوي في الذاكره. اللي بغاو ولادته يقوي لهم الذاكره، وفيه بزاف فوائد يديرهم. لهنا بعد ما تقهويت وخلصت وراح ولادتي يقراو، نضت لهنا للميناج نتاعي، بديت بالفريغو كيما راكم تشوفوا مفرغ فيه. واليوم بما انه راني ندير في النيطواياج، حنايا الجزائريات ولا العرب كي نوضو نديرو في النيطواياج نزربو نديرو حاجه تاع كوكوطه نقفلو عليها باش كي يجيو ولادنا يتغداو. اللي هنا العدس تاعي نديرو على الطريقه هذه. اللي باغيه تهز نظره ولا تهز كيفاه نديرو، نحكمو كيما راكم تشوفوا. نحيه من الساشيه ونحاول نحطه في الماء يغلي، ونقفل عليه بالمقفال ونخليه حتى يتنفخ. لهنا راكم تشوفوا معايا راني نفرغ في الفريغو. ومن بعد نجيب الكروانه، ما نديرش بزاف الميمانه البنات. لهنا نغسل كيما راكم تشوفوا، نجيب الكروانه فيها ليزيس وفيها الجافيل، ونغسل كيما راكم تشوفوا. نغسل له حوايجه كل، ونغسله هو بيان بيان. اللي هنا نروحوا للعدس تاعي بعد ما تنفخوا شليته خطرتين البنات، شلوه خطرتين. اللي هنا نجيب ندير له مغرف ونص تاع طماطم، ندير له ثوم فقط، نصبه بالثوم 3 إلى 4 حبات ثوم، ندير كزبر، فلفل اسود، فلفل حمار، والملح وراس الحانوت. ونزيد له 3 إلى 4 ملاعق كبار تاع زيت، ونحطه يتقلى مليح جيدا. ومن بعد نلوح فيها الفلفله الخضراء كيما راكم تشوفوا. ونكون هنا سخنت الماء تاعي ولا ماء دافي، ونمرق به يجي ما شاء الله البنات. دوك تشوفوا كيفاه من بعد يجيني. ولهنا نجيب كروانه نحط فيها الماء ونلوح فيها شوي خل، ونجيب هذيك الكتانه تاعي نحاول نشلها مليح ونعصرها كيما راكم تشوفوا، ونمسح هذوك الكاروات اللي غسلتهم، ولا نمسح الفريغو تاعي بعد ما عقبت عليه بالخزم كيما شفتوا باش ما نلوحش الميمان بزاف. ومع انه عندنا الازمه تاع الماء البنات، الايامات هذو تجي خطره في الفال، ما بغيتش نضيع الماء بزاف، مسحته هكا يجي ما شاء الله ويجي نظيف ويعطيك منظر ما شاء الله. احنا البنات نشتيو كي نغسلو لازم نلوحو الميمان، ولازم نزرزقو الحاله باش ما يبردش قلبنا ولا ما يبردش قلوبنا. بهذه الطريقه ثاني ما شاء الله. وجبت الفشفاشه تاعي العجيبه اللي ديرها الاخت دداح، تحط فيها الماء سخون، وتحط فيها تحطوا فيها البنات الماء دافي والكريستو وشويه خل والملح، وتخلطي جيدا، وتديري كيما راكم تشوفوا. ترشي البوطاجيات، ترشي الفريغو كيما راكم تشوفوا معايا، ترشي الطابله تاعك بعد ما تخلصي الاكل. تستعمليها بارتو، تخلي لك واحد النظافه واحد اللمعان ما شاء الله. اللي باغي نديرها معاه يقول لي في لي كومونتير، نديرها معاكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.
شوفوا كيفاه بعد ما مسحته ما لحت لا ما لا والو وجا ما شاء الله. شوفوا كيفاه، وكل وحده اللي هنا كيفاه تغسل وكيفاه تنظف الثلاجه تاعها. اللي هنا بغيت نعطيكم فكره برك وباش نحفزكم باه اللي مازال ما غسلتش الفريغو ولا مازال ما بداتش في الكوزينه الميناج نتاع رمضان، تنوض نقول لها سيدتي نوضي معايا وديري الكوراج ونوضي نحفزك باه تغسلي حتتي وتنظفي الفريغو تاعك ولا تتفكريه. لهنا انايا بعد ما فرغولي بزاف حوايج بغيت نفرغو كيما راكم تشوفوا. فرغتو سيرتو الكونجيلاتور اللي ما نفرغوهش بزاف، الفريغو اللي لتحت نمسحوه خطره في السمانه، الكونجيلاتور اللي ما نفرغوش بزاف وما نغسلوش بزاف بصح كي يقدموا هكا المواسم نحاولوا نغسلوه. شوفوا كيفاه ما شاء الله نظاف ما شاء الله، وفيه ريحة الخل وريحة الجافيل ريحة النظافة يا البنات ما شاء الله. اللي هنا بعد ما رجعت حوايجي كيما راكم تشوفوا نعتلكم في هذا الكاجوات الصغار هذو اللي شريتهم معاكم في المشتريات. شوفوا كيفاه استعماليين ما شاء الله. اللي هنا عندي داك العسل الصغير حطيته فيه وحطيت البقايا نتاع ولا قشور تاع قشور ليمون ولا تحطوا فيه حوايج صغار فقط. واللي هنا كيما راكم تشوفوا حطيت الكرابه هذو اللي يجيو شويواتين البنات وتحطوا فيهم يهزوا ما شاء الله ويجيو مرتبين ما شاء الله. اللي هنا حطيت حوايج العصير ومن هنا حطيت حوايج الشحمه والحوايج هذو. وشوفوا كيفاه جا مرتب ما شاء الله. وان شاء الله نكون حفزتكم وندير لكم وكنت درت لكم غير شويه تاع نشاط باش تنوضوا وتنقيوه. واللي هنا بعد ما روحوا ولادتي من القرايه حطيت لهم يتغداو. شوفوا كيفاه جا الدس تاعي جا ما شاء الله جا خاثر هكا نشتيه انا واللي يشتيه شوي ما يقدر يخليله لاصوص زايده. واللي هنا حطيت لهم القرنون اللي تحط راهو محطوط دركا جابوها البنات اللي بغات تشري غير تشري باش دير تجهيزات رمضان. واللي هنا اللهم اديمها نعمه علينا وعليكم ان شاء الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منهم وقنا عذاب النار. بسم الله وآكل بيدي اليمنى وأصمت. اللي هنا بغاو ولادتي يديروا لكم هذا الدعاء باش تعطيو لولادكم يتفرجوا ويشوفوه ويعودوا حتى هما يديروا بهذا الدعاء اللي تعلموه في المدرسة وكل ما يبغيو يتغداو ولا يفطروا يديروه. وان شاء الله يا ربي يقدرنا ويقدركم في تربية الأطفال. واللي هنا مع العشيه بعد ما نضت بغيت ندير لهم حاجه حلوه. بعد ما فرزت هذاك الفريغو تاعي لقيت عندي لاباط فيتي كيما راكم تشوفوا فيها محطوط عليها البنات، بغيت ندير لهم بها حاجه حلوه. اللي هنا جبت نخدم لا كريم باتيسير درت فيها 2 كيسان كبار تاع حليب. اللي هنا 2 ملاعق نشاء و2 ملاعق سكر كلش بارد في بارد وتحطوهم فوق النار حتى تختار البنات. واللي هنا اللي عنده القو تاع القارص يدير القارص تجي ما شاء الله، واللي ما عندوش يدير لافاني فقط. واللي هنا كل واحد الاختيار تاعو اللي كل واحد واش بغى يزيد القو من عنده. هي تجي قارص اللي بغى يدير بنان اللي بغى المهم لا كريم باتيسير وكل تعرفوا ديروها. واللي ما يعرفش يديرها يتعلمها معانا سيرتو المبتدئين راهي سهله. وتخلطوا كلش برد في برد باش ما ديرلكمش الفقاعات وتحطوها فوق النار تبدا حتى تثقال. واللي هنا هذه هي لاباط فيوتي تاعي اللي كنت درتها وخليتها في الكونجيلاتور وكيف رزتوا البنات لقيت المتخبي واللي هنا كيما راكم تشوفوا درت لها شويه القوت تاع القارص. ومن بعد تخلطوها جيدا وتحطوها في بول كيما راكم تشوفوا وتغطيوها بون ساشي ولا حاجه وتحطوها في الفريغو. اللي هنا البنات مع تحطوها هكا تغطيوها بابي فيلم ولا ساشي يكون نظيف وهي هكا سخونه ما تخليوهاش حتى تبرد. شوفوا كيفاه هكذا
وتحطوها في الفريغ، وتحاولوا تحطوا عليها بعد البنات باش ما تديلكمش هذيك الجلده من الفوق. اللي هنا كيما راكم تشوفوا ترشوا النشاء ولا الفارينه وتجيبوا تحلوا لاباط فويتي تاعكم. اللي هنا بعد ما ديكونجلات البنات انا خرجتها الصباح كي كنت ندير في الفريغو تاعي كيما كنتوا تشوفوا معايا، والعشيه بديت نستعمل فيها. هنا راح نحاول نسرع معكم الفيديو كيفاه حليت لاباط فويتي، على بالي كل تعرفوا تحلوها البنات، ما تخليوهاش خشينه وما تخليوهاش رقيقه، تجي متوسطه، تحاولوا تحلوها متوسطه البنات. واللي هنا بعد ما حليتها راح نحي لها الحواف كيما راكم تشوفوا، هذوك اللي ما جاوش قد باش نحاول ندير زوج مستطيلات قد بعضاهم. واللي هنا كيما راكم تشوفوا معايا قسمتهم على 2. شوفوا كيفاه نحط الجزء الاول عادي والجزء الثاني دوك تشوفوا معايا كيفاه نديرو. هنا طبقوه على زوج كيما راكم تشوفوا، تحاولوا تطبقوه على زوج. واللي هنا تقسموا بصح ما تقسموش البنات حتى الفوق، شوفوا كيف تحطوا صباعكم من الفوق وتحاولوا ما توصلوش حتى الفوق، تخليو حوالي صبع البنات وتقصوا باش من بعد كي نحلوها دوك تشوفوا كيفاه يجيو معانا. واللي هنا تحاولوا ديروا الفارينه في النص البنات ولا النشا باش ما يلصقوش معاكم. هنا راني عاودت معاكم واحده اخرى باه نعتلكم كيفاه تحطوا في النص قبل ما تطبقوا وتبداو تحلوا كيما راكم تشوفوا، وتحاولوا تخليو هذاك الصبع للفوق البنات ما توصلوش لاباط حتى الفوق باه ما تتقطع لكمش. واللي هنا شوفوا بعد ما تحلوها تجي ساهله، ما تجيكمش صعيبه وما تجيكمش محكومه، ما تقدروش تحلوها البنات. شوفوا كيفاه حليتها فاسيل، شوفوا كيفاه تجي. اللي هنا باش نحطوا هذه القطعه الاخرى، تبعوا البنات الفيديو حتى الاخر باه تعرفوا كيفاه درت هذا الكاطو، ودرتها في وقفه رجل فقط. اللي هنا كيما راكم تشوفوا معايا نحطوا القطع، انا درت زوج قطع البنات كيما كنت نعتلكم، القطع هذوك المقفولين تحطوهم هما لتحت كيما راكم تشوفوا، وتحاولوا تحطوا فيهم لا كريم باتيسير تاعكم بعد ما بردت. ولا هنا اللي عنده لا كريم شونتيي يزيد فيها لا كريم شونتيي تجي ما شاء الله. شوفوا هنا ما تحاولوش تقدموا الحواشي باه من بعد يقدروا يتقفلوا لنا البنات. هذا الكاطو اللي راني نديرو معاكم يقولوا له لا جالوز، يديروه في فرنسا ويديروه المغاربه، ويتباع البنات بالغلا والكوا، طرف واحد تاعو غالي. لهنا هاني عطيته لكم بطريقه بسيطه ويجي ما شاء الله. وكي يجيك هكا ضيف ولا تكون عندك لاباط فويتي ولا في رمضان تقدري تخدميه يجيك ساهل ماهل. واللي هنا البنات انا عندي لي بيبيت دو شوكولا ولا الكريات تاع الشوكولا هذيك صغيره اللي نديروهم في لي مادلان، اللي هنا بغيت نزيدها فوقهم، والاختيار لكل واحد. اللي هنا قادر حتى في لاباط باتيسير هذيك البنات يديروها بباط اولا عجينه اللوز اللي عنده يديرها، انا جبتها لكم بابسط طرق او تجي ما شاء الله، درتها لكم اقتصاديه البنات. وراني ندير لكم فيديو عفوي وفيديوهات وش ندير انا في داري باه نتوما تستفادوا منها، فيديوهات اقتصاديه ولا اكلات اقتصاديه باه حتى نتوما تقدروا ديروها في دياركم وتحاولوا حتى نتوما تذوقوا بها ولادكم. شوفوا كيفاه تجي ما شاء الله. واللي هنا تجيبوا صفار بيضاء تزيدوا معاها شوي قهوه ولا شوي حليب وتخلطوها جيدا وتحاولوا ديروا على الحواف كيما راكم تشوفوا معايا باه من بعد كي نلصقوا القطعه الثانيه. واللي هنا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما حطيت
الجزء الثاني فوق الاول كما راكم تشوفوا. نحاول ان نديرها باصابعي مليح الحواف باه تلصق، ونحاول نزيد نجيب الصفار البيض تاعي كما تشوفوا، ونحاول ندهن كل الوجه باش تجي مقرمشه وتجي حمراء ما شاء الله. ابقاو معايا في الفيديو باه تشوفوا كيفاه جات ما شاء الله. هنا دوك تشوفوا معايا كيفاه ندهن الوجه كامل، ونزيد الطبقة الثانية هذيك ولا الحبة الثانية نزيد نديرها نفس الطريقة. اللي هنا تكونوا استفدتوا من الفيديو تاعي ولا من هذا الحلوى هذه اللي تجي ما شاء الله. واللي هنا البنات يكون الفرن تاعكم ساخن من قبل على 180 درجة. كي تبداو تديروها تحطوا الفرن تاعكم يسخن. شوفوا هنا البنات بعد ما دهنتهم تخليوهم يركحوا شويه ولا يتنفخوا شويه، ومن بعد تحطوهم في الفرن تشعلوا عليه من التحت. تكونوا شعلتوا عليه من التحت البنات حتى يحمروا من التحت، تزيدوا تشعلوا له من الفوق وشوفوا النتيجه جات ما شاء الله. شوفوا كيفاه جاو. اللي هنا اللي عنده العسل يجيب العسل، واللي ما عندوش العسل يدير بالمعجون المشمش اللي يعطي نكهه ما شاء الله. انا نشتيها بالمعجون المشمش. اللي هنا تدهنوا لها الوجه تاعها كيما راكم تشوفوا. ومن بعد ديروا عليها سكر كلاص البنات. تجيبوا سكر كلاص وتبداو ترشوا عليها كيما راكم تشوفوا. اللي هنا بعد ما تبرد البنات كي تكون سخونه رايحه تشرب لكم الحوايج، اللي هنا بعد ما تبرد تبداو ديروا لها في هذا السكر كلاص. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله. جات مقرمشه، جات بنه ولا اروع. سيوها البنات وما تندموش، سيرتو اللي عنده لاباط فويتي كيما انا ندير لاباط فويتي بكميه كبيره ونحطها في الكونجيلاتور ونبدا نستعمل فيها كل خطره كيفاه نديرها. شوفوا كيفاه جات تجي مقرمشه تجي بنينه. تعياو تشبعوها البنات. درتها لولادتي واللي ضاقها عندي ان شاء الله يحط لي كومونتير في لي كومونتير. زدت عاودتها وزدت لحقت عليها ماما ولحق عليها خويا وكلاوها وجات ما شاء الله. ان شاء الله تعجبهم وان شاء الله يخليوا لي في لي كومونتير اللي راهو يشوف فيا. شوفوا كيفاه جات هذيك ذابت شيكولا هذيك مع لاباط ولا لا كريم باتيسير. شوفوا كيفاه جات للداخل. جات ما شاء الله. جات مقرمشه. واللي هنا ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، يعجبكم هذا الكاطو، وان شاء الله اكون حفزتكم شويه وتكونوا سمعتوا التقرمشه تاعها وذقت معاكم. ما قدرتش نصبر ان شاء الله. وشكرا للجميع وما تنسوناش بالجام وابوني.